واصلي السنن المؤكدة بتاعته اللي هم 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. دي كده ان شاء الله صلاة الظهر. بعد خلاص ما صليت ممكن اخد ربع ساعة او 10 دقايق اروح اعمل فيهم حاجة بسيطة جدا. زي ايه؟ ممكن لو هنقع بلح اروح انقع البلح. زي مثلا ان ممكن اروح افطر ولادي، انا ولادي صغيرين فممكن اروح احضر لهم الفطار، او اشغل الغسالة، او لو عندي لحمة وهتاخد سوا احطها على النار. يعني بعمل حاجة بسيطة جدا. وبعد كده اروح اقرأ القرآن الكريم او اذكر او اسبح او ادعي، كل الحاجات دي لحد ان شاء الله صلاة العصر. تمام، لحد اما العصر يأذن. بعد كده بصلي صلاة العصر. بعد ما بخلص صلاة العصر ابدأ اقول اذكار المساء. تمام كده خلاص. ببدأ بقى ادخل على المطبخ من بعد العصر. خلاص ابدأ بقى احضر الفطار. وكمان كده وانا في المطبخ بالمرة لو هعمل حاجة حلوة بعملها في الوقت ده، بحيث ان انا اكون مخلصة كل حاجة وانا